السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأسمى آيات التهنئة والمباركة لشخصيتكم الكريمة، وكم يسعدني ذلك ويشرفني أن تقبل هذه التهنئة المتواضعة، وكل عام وأنتم بألف خير. يشرفني أن أتقدم بكل كلمات الحب والتقدير بتهنئتكم في عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم الأعمال الصالحة ويجعلها خالصا له سبحانه وتعالى. أرجو أن تقبلوا مني التهنئة التي توغتها بكلمات التقدير والثناء لكل متتبعين الكرام، وكل عام وأنت والأهل بألف خير، وأعاده الله عليكم باليمن والبركات. إنه لي من دواعي السرور أن أقدم إليكم بالتهنئات والمباركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير. بكلمات ملأها التقدير والثناء والمحبة أرسل إليكم هذه التهنئة الطيبة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، راقيا من الله تعالى أن تكونوا دائما على أحسن حال. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. اشرع الإسلام للمسلمين عيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد حدد أيام عيد الأضحى شرعا ب4 أيام، يسمى الأول منها بيوم النحر، أما الأيام الثلاثة التي تأتي بعده فتسمى في أيام التشريق، وقد جاء ذكر هذه الأيام في الحديث الشريف. في اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك يتوجه المسلمون إلى أداء صلاة العيد. صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم المسلمون التكبير حتى صلاة عيد الأضحى، ويؤخرون الفطور حتى بعد صلاته. يتبادل المسلمون التهاني بالعيد السعيد، وينشرون الفرحة والبهجة بينهم. بعد أداء صلاة العيد يتوجه المسلمون لمشاركة الأهل والأسرة لذبح الأضحية وتقسيمها إلى 3 أجزاء، يوزع الجزء الأول على الفقراء والمحتاجين، ويوزع الجزء الثاني على الأقارب والأهل، أما الجزء الثالث فيقومون بطهيه وتجتمع الأسرة لتأكل منه. يحرص المسلمون على نشر الفرح والتهاني بينهم، تلبس الأطفال ملابس جميلة وجديدة، ويتناولون الحلوى، وتتزاور الأهل والأصدقاء والجيران. يرتدي بعض الشباب المغاربة في عيد الأضحى صوف الخرفان احتفالا بقدوم العيد، فيصبح كال منه مشبيها بالخراف، ثم يبدأون بالتجول في الحارات والأدقة المختلفة في المدن وضواحيها، رغبة منهم في نشر جو من السعادة والبهجة في قلوب الناس، خاصة قلوب الأطفال، ثم يتبع كل منهم جمهورا من الناس تقديرا لهم واحتفالا بهذه المناسبة السعيدة. فعيد الأضحى عند المغاربة له نكهة وطقوس خاصة مميزة تختلف عن عادات وتقاليد الشعوب الأخرى. للاحتفال بالعيد فما زال المغاربة حتى يومنا يحافظون على تراث أجدادهم وعاداتهم وتقاليدهم في الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة. يأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد انتهاء الحجاج من تأدية أهم مناسك الحج، وهي وقفة يوم عرفة، وينتهي في اليوم 13 من شهر ذي الحجة. وبشكل عام يرتبط هذا العيد بذكر قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما هم بتقديم ابنه إسماعيل أضحية لله عز وجل، رغبة منه في تلبية أوامر الله والتقرب منه. لذلك يضحي الناس في عيد الأضحى بالأنعام ويوزعونها على الأقارب والفقراء.
عيد الأضحى في المغرب يرتدي بعض الشباب المغاربة في عيد الأضحى صوف الخرفان احتفالا بقدوم العيد، فيصبح كال منهم مشبيها بالخراف، ثم يبدأون بالتجول في الحارات والأزقة المختلفة في المدن وضواحيها، رغبة منهم في نشر جو من السعادة والبهجة في قلوب الناس، خاصة قلوب الأطفال. ثم يتبع كل منهم جمهورا من الناس تقديرا لهم واحتفالا بهذه المناسبة السعيدة. فعيد الأضحى عند المغاربة له نكهة وطقوس خاصة مميزة تختلف عن عادات وتقاليد الشعوب الأخرى للاحتفال بالعيد، فما زال المغاربة حتى يومنا يحافظون على تراث أجدادهم وعاداتهم وتقاليدهم في الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة. يوم عيد الأضحى في المغرب بعد صلاة العيد يرجع الرجال إلى عائلاتهم لتناول وجبة الفطور العادية مع أبنائهم وزوجاتهم حتى يستطيعوا التفرغ لذبح أضحية العيد، لكن هناك من يفضل عدم تناول وجبة الفطور حتى يتم ذبح الأضحية والإفطار من كبدها المشوي. في ساعات الصباح تتوقف أو تقل الحركة نسبيا في المدن، لأن عملية ذبح وسلخ الأضاحي في البيوت تأخذ بعض الوقت بشكل خاص إذا قام بعملية الذبح رب الأسرة، وإذا لم يكن لدى رب الأسرة خبرة في الذبح من الممكن الاستعانة بجزار بحيث يتكفل بالعملية مقابل مبلغ مادي. يسمى يوم عيد الأضحى في المغرب بيوم شقاء تعب، لأن كل أسرة في المجتمع الإسلامي المغربي تعمل كطاقم عمل مشترك للقيام بعمليات الذبح والسلخ، ثم إعداد أحشاء الأضحية وتحويلها إلى أطباق ووجبات طعام صالحة لأكل الإنسان. بعد الانتهاء من الأضحية تتبادل العائلات التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك من خلال الهاتف أو الزيارات المتبادلة في البيوت، ويمكن إعداد أول وجبة من لحم الأضحية يتناولها جميع أفراد العائلة في جو يسوده الحب والتآلف. بشكل عام تتميز الأسرة المغربية بميلها وحبها للحفاظ على الطقوس التقليدية والتراثية. للتعامل مع الجماعات والأقارب في عيد الأضحى، فبعض المغاربة يسافرون إلى مناطق أخرى بهدف التجمع العائلي، وصلة الرحم، وتناول وجبات العيد من المشاوي وأطباق اللحم والخضروات والفواكه المجففة مع أقاربهم، وتتبادل العائلة الزيارات في مساء العيد من أجل الاجتماع على العشاء لتناول الكسكس بلحم الخروف أو رأس الأضحية المبخر مع الخضار المنوعة. سيداتي سادتي، نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. لا تنسوا الإعجاب للفيديو والاشتراك في القناة فضلا منك تشجيعا لنا. لكم من كل احترام والتقدير. لقاؤنا في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.